لتستأنف بعد ذلك عملها بعد إضراب لعمال السكك الحديدية للوقوف على حسن سير الرحلات على مستوى محطة آغا للسكك الحديدية. معي على المباشر موفد تلفزيون النهار إلى هناك سيد أحمد هديبل، صباحك سعيد. صباح الخير زميلي نصر. ما مدى سير الأمور هناك؟ ما هي انطباعات المواطنين؟ وهل توقف الإضراب بشكل تام؟ وضعنا في صورة ما يحدث هناك على العموم. لا أسمعك جيدا زميلي نصر. قلت هل الأمور تسير هناك في محطة آغا للسكك الحديدية على ما يرام؟ هل استؤنفت الرحلات بشكل عادي؟ هل توقف الإضراب؟ يعني سمعنا عن مثل هكذا أمور. صباح الخير زميلي نصر، صباح الخير مشاهدينا الكرام. نحن الآن أمام محطة الأغا للنقل بالسكك الحديدية. طرحنا بعض الأسئلة على العمال هنا، ولكن الإضراب لا زال يتواصل لليوم الخامس على التوالي بالنسبة لسائقي القطارات، ولم يعد النشاط إليها باستثناء بعض الخطوط التي تقدم بعض الخدمات للمسافرين. وحول وضعية المسافرين الذين يقصدون هذه الوسيلة من النقل، فقد طرحنا بعض الأسئلة على العمال هنا، وأكدوا لنا أن العديد من المواطنين والمسافرين يقصدون هذه المحطة من أجل التنقل على هذه الوسيلة التي تكون بعيدة عن الزحمة وزحمة السيارات، إلا أن السائقي القطارات لا زالوا في إضرابهم ومصرين على الإضراب إلى حين أن تقدم لهم أو يتم السماع لمطالبهم. طيب سيد أحمد هديبل، بما أنك يعني تقربت من عمال السكك الحديدية، هل تحدثوا لك ربما عن قنوات للتواصل مع الجهات المعنية من أجل التجاوب مع مطالبهم؟ والله يا نصر، سائقي القطارات ما زالوا لا يصرون على مطالبهم، ولا زالوا يصرون على الإضراب الذي يدوم إلى اليوم الخامس على التوالي، ومصرين على أن تكون مطالبهم مسموعة حتى يستأنفوا عملهم. شكرا جزيلا لك سيد أحمد هديب، الموفد تلفزيون النهار إلى محطة أغا السكك الحديدية. شكرا على هذه المعلومات. إذن الإضراب لا يزال متواصل، وحركة القطارات لا تزال تعرف شلل شبه تام عكس ما قلته قبل لحظات عفوا. بهذا أتي إلى ختام هذا الموعد الإخباري. ما بقي لي أن أذكركم بروابط تلفزيون النهار.